السلام عليكم ورحمة الله. متابعينا الكرام على قناتكم معلومة ريفيو. طبعا احنا بنتابع معاكم كل التطورات اللي بتتم بالنسبة لمترو اسكندرية ومشاريع تانية كتير. النهاردة احنا رحنا نشوف اخر تطورات بالنسبة لمحطة توسن ومحطة المعمورة. تعالوا نتفرج على الفيديو ونشرح لكم اللي احنا شفناه هناك. زي ما احنا شايفين احنا دلوقتي ما بين توسن وما بين المعمورة. ادي الاعمدة زي ما احنا شايفين كلها خلاص انتهت، يعني الشكل بقى حاجة تانية خالص. ادي الاعمدة كلها. احنا دلوقتي في منطقة مستشفى بتاعة التأمين الصحي. تمام. ادي زي ما احنا شايفين كل الأعمدة اللي ما بين توسن وما بين المعمورة خلاص شبه انتهت. تمام. هتبقى بس فاضل تركيب الكاميرات. زي ما احنا شايفين بقى ده دلوقتي، ده اللي قدامنا ده محطة توسن. فين مكانها بالظبط؟ قدام مستشفى التأمين الصحي. يعني احنا كده على يمنا مستشفى التأمين الصحي زي ما احنا شايفين. دي اول المحطة بتاعت توسن من بعد العمود اللي احنا شايفينه ده كده اول المحطة بتاعت مترو توسن. تمام. ادي الاعمدة ظاهرة قدامنا خلاص. دي اعمدة بتاعت جسم المحطة. طبعا دي اللي هتبقى شايلة المحطة وهتبقى شايلة المسار والرصيفين من الناحيتين، الرصيف اللي رايح والرصيف اللي جاي. ادي الاعمده زي ما احنا شايفين خلاص بانت على الارض. هنا اهو زي نزلنا تحت مع السلم، نزلنا عشان نوريكم المحطه من تحت. زي ما احنا ماشيين اهو، ده كده اول بدايه المحطه. دي حدود المحطه كلها زي ما احنا شايفين اهو. نزلنا من تحت نوريكم المحطه من تحت. وادي اليافطة بتاعت محطة توسن. تمام. خلينا معاكم اهو. هنطلع برضو السلم التاني ونوريكم المحطة من نهايتها من الناحية التانية. ادي كل ده حدود المحطة بتاعت توسن. من بعد توسن بقى لغاية ابو قير مفيش اعمدة لسه، لان الحتة دي زي ما اتكلمنا قبل كده في الفيديوهات السابقة ان الحتة دي هتبقى فيها ورشة العمرة الجسيمة. هنوريكم برضو مكان الورشة. ده كده المحطة اللي احنا شايفينه ده قدامنا المحطة. ودي المدارس اللي عند شارع 25 ومستشفى التأمين الصحي. على يمنا هنا الكلية بتاعت التربية الرياضية. وادي زي ما احنا شايفين على شمالنا هنا دي كده محطة العمرة الجسيمة. هنا بقى لسه مفيش أعمدة. ليه؟ عشان طبعا هيبقى في تحويلة هنا ومنطقة مناورة، عشان لا قدر الله لما يحصل حاجة في أي مترو من العربيات بتاعت المترو تحصل فيها حاجة لا قدر الله، بتخش على ورشة العمرة هنا في الحتة دي. الورشة اللي احنا شايفينها هناك على شمالنا دي هي دي كده منطقة ورشة العمرة الجسيمة. عندنا ورشتين، ورشة في توسن هنا والورشة التانية في أرض شركة النحاس. تمام. يبقى كده عندنا ورشتين، ورشة ناحية أرض شركة النحاس عند محطة كفر عبده، والورشة التانية اللي هنا في توسن. ادي اليافطة بتاعت توسن اهي. نزلنا معاكم على الأرض اهو عشان نتمشى. هنروح لغاية محطة المعمورة نوريكم مكان المحطة واخر التطورات بالنسبة للأعمدة اللي انتهت. تمام. ادي زي ما احنا شايفين ده كل ده حدود محطة توسن. والمبنى اللي قدامنا ده مباشرة دلوقتي ده مبنى بتاع مستشفى التأمين الصحي. وادي الأعمدة زي ما احنا شايفين كده على مدد بصرنا خلاص تعتبر انتهت. هيبقى فاضل بس هيتم صب من فوق الأعمدة، هيتم صب القواعد زي ما احنا متعودين. بيتم صب القواعد الأول وبعد كده بتيجي تركيب الكاميرات بعد كده.
تمام. ادي زي ما احنا شايفين اهو. طبعا من محطات، يعني محطة توسون دي طبعا من ضمن المحطات اللي على المسار العلوي او على كوبري فوق. طبعا زي ما قلنا قبل كده المسار العلوي من اول ابو قير لغاية الظهرية هيبقى على كوبري فوق زي ما احنا شايفين، او مسار علوي زي ما احنا شايفين كده. تمام. ادي الاعمدة اهي زي ما احنا شايفينها. طبعا كنا اتكلمنا قبل كده على قصة الاعمدة ان هي عالية كده، عالية عشان في كباري بتتعمل. هيبقى في فيديو تاني برضو هشرح لكم في ايه الكوبري اللي هيتعمل فوق المزلقان بتاع المعمورة. استنوا مننا فيديو ان شاء الله هشرح لكم فيه الكوبري اللي هيتعمل عند مزلقان المعمورة ومنطقة الإصلاح، الكوبري اللي خلص اللي هو تقاطع ملك حفني مع تقاطع الملك حفني مع وصلة المعمورة. كنا نزلنا فيديو، هنزل لكم فيديو تاني هنشرح فيه بقى مجموعة الكباري اللي هتتعمل في شرق اسكندرية او دائري شرق اسكندرية. هنتكلم في فيديو تاني ان شاء الله عن الموضوع ده. خلينا دلوقتي معاكم، احنا هنسيب دلوقتي محطة توسون وهنروح محطة المعمورة. ادي زي ما احنا شايفين على مدد بصرنا الحمد لله المسار بدأ يبان. الناس اللي كانت بتتكلم وبتقول ان الشغل الوتيرة بتاعته قليلة يعني بطيئة ومفيش شغل سريع والكلام ده، بالعكس الناس شغالة طول اليوم، ال24 ساعة بيشتغلوا. بيجيبوا الكاميرات في المناطق اللي بيركبوا فيها الكاميرات بيركبوها في الفجر، فطول اليوم الدنيا شغالة، الناس شغالة طول اليوم. زي ما احنا شايفين اهو. ادي كل اللي احنا شايفينه ده اهو معاكم ما بين توسون وما بين المعمورة. تمام. استنوا زي ما قلت لكم معانا برضو في فيديو ان شاء الله هنعمله عن الكوبري اللي هيتعمل فوق مزلقان المعمورة، وهنتكلم تاني عن الكوبري بتاع الإصلاح اللي كنا عملنا له فيديو قبل كده. كنا عملنا فيديو سابق تقدروا تشوفوه، الكوبري بتاع الإصلاح. تمام. ادي كل الأعمدة اهي خلصت لغاية ما نوصل لمحطة المعمورة. تمام. ادي كل الأعمدة خلاص خلصت اهي. خلاص هيتم يعني بيتم صب بقية كام عمود اللي فاضلين، بس خلاص معظم الأعمدة اللي ما بين محطة المعمورة وما بين محطة توسون خلصت خلاص. تمام. كنا صورنا برضو مكان محطة الإصلاح، المكان الجديد بتاع محطة الإصلاح اللي هيبقى عند ملاهي المعمورة. هتلاقوا برضو فيديو سابق اللي هو كان فيه الفيديو بتاع كوبري الإصلاح، بتاع كوبري الإصلاح. هتلاقوا فيه الفيديو، هتلاقوا فيه مكان محطة الإصلاح الجديدة، أو مكان بتاع محطة الإصلاح، لأن محطة الإصلاح اترحلت من مكانها. تمام. ادي زي ما احنا شايفين اهو كده هتبتدي معانا حدود محطة المعمورة البلد. خلاص. هنا برضو في أعمدة لسه اهي فاضلة، فخلاص يعني مجرد الأيام اللي جاية إن شاء الله هتكون اتصبت وخلصت. تمام. ادي زي ما احنا شايفين اهو هنوصل دلوقتي عند محطة المعمورة البلد، ونوريكم آخر التطورات بالنسبة اللي حصلت عند محطة المعمورة البلد. خليكم معانا برضو، وهوريكم قطر ابو قير لسه شغال لغاية دلوقتي. هوريهولكم في آخر الفيديو نفكركم بأيام قطر ابو قير. في آخر الفيديو هتلاقوا قطر ابو قير مازال شغال. يا ترى شغال فين بقى؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. اهو قطر ابو قير اهو. هسيب لكم الصوت بتاعه تفتكروا الذكريات بتاعته. ده مش قطر ابو قير يا جماعه، ده قطر رشيد.
ده كان هنا بيتقابل مع محطة المعمورة. تمام. هيبقوا برضه في نفس القصة مع لما تيجي هنا محطة المعمورة عايز تركب بقى رشيد، هتنزل تركب قطر رشيد من جنب محطة مترو المعمورة. يعني في تبادل خدمة هنا أو تبادل في الخط. هتنزل تركب قطر رشيد من هنا. على شمالنا هنا هتبقى محطة المعمورة. تمام. بكده ودي كده حدود محطة المعمورة. زي ما احنا شايفين الجدار اللي معمول الخرساني ده بتاع اوراسكوم ده كده بيحدد حدود المحطة. ومكنة دق الخوازيق اهي بتعمل الخوازيق بتاعة اعمدة جسم المحطة. ان شاء الله هتبتدي بقى في الظهور لما يبتدوا يصبوا الاعمدة. طبعا المسار ابتدى يبان في اماكن كتير. ان شاء الله يخلص المشروع على خير، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وانتظرونا في فيديوهات تانية وفيديوهات مفصلة عن كوبري بتاع الإصلاح والكوبري اللي هيتعمل فوق مزلقان المعمورة. نشوفكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.